ببيضتين بس هتعملي 18 قطعة من الكب كيك من غير عجان ومن غير مضرب، بطريقة سهلة وبسيطة. وتقدري كمان تحطي لي ولادنا في اللانش بوكس بتاع المدرسة. تعالي اقولك عملناه ازاي. هتجيبي بقى الخلاط بتاعك كده، وهتحطي فيهم بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، معلقة كبيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة من الخل، نص كوباية من السكر البودر او السكر الفاتح، نص كوباية ميكس من الزبدة والزيت او السمنة المتوفر عندك. نضربهم كويس جدا في الخلاط وننزل بيهم في بولة. كوباية بقى واحدة من الدقيق المخصص للكيك، وهبدأ كده انخله. رشة من الملح، معلقة ونص من البيكنج باودر. هنقلب بقى الخليط كويس كده، هتلاقيه تقل معاكي. نص كوباية بقى من الحليب او اللبن السخن جدا. قلبي بقى، هو ده القوام المظبوط. حطيت بقى لون اصفر كده اللي هو اللون الغذائي كده علشان يعزز اللون شوية. عندنا بقى صينية فيها قوالب الورق الكب كيك، وبعد كده نزلت بالخليط. ما تملوش للاخر، خليه كده 3/4. هندخله الفرن كده مسبق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بياخد 20 دقيقة بالظبط. بيطلع بالجمال وبالحلاوة دي. عايزة اقولك طعمه يجنن، حلو قوي، وكل ولادك هيحبوه. حطوه لهم في اللانش بوكس يجنن. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.